شباب اولى ثانوي، ازيكم؟ يا رب نكون بخير مع حلقه جديده من الاداءات والتقييمات. دخلنا يا معلم في ويك 5. اتمنى تكون شفت ويك 1 و2 و3 و4 ونكمل مع بعض. تعالوا نبدا نشوف اول سؤال. يا ولد ممكن تقلب؟ خلي يا عم ما تزعلش الناس اللي قاعدين بيتفرجوا. طيب بعد اذنك، مؤدب. تعالوا كده نبدا نشوف اول واحده. عندي هنا A وعندي ماتريكس B، وبيقول لي بروف ذات ان A B all transpose equal B transpose A transpose، وقلنا الرول دي احنا كاتبينها عندنا في البوكلت بتاعنا. افكرك بس كده بشويه معلومات. لو عندي ماتريكس plus another matrix equals matrix، كان في كونديشن عشان ينفع تتعمل بلس وماينس. كان لازم لو اوردر دي مثلا 2 تايمز 3 يبقى لازم كمان دي تكون 2 تايمز 3، والانسر كمان برضو لازم تكون كام؟ 2 تايمز 3. ده الكونديشن بتاع البلس. لكن كونديشن التايمز مختلف شويه. ايه الكونديشن بتاع التايمز؟ لو ده 2 تايمز 3 يبقى ده لازم يكون 3 تايمز حاجه. 3 تايمز 1، 3 تايمز 2، 3 تايمز اي نمبر، مثلا 3 تايمز 1، ويطلع الريزلت 2 تايمز 1. شويه معلومات بتيجي برضو عليها اسئله. احنا اتفقنا مش بنحل بس، احنا بنزود نوتس من عندنا واسئله من عندنا. طيب هبدا دلوقتي امسك حاجه اسمها الليفت هاند سايد، يعني ناحيه ايدي الشمال، ايكوالز اي بي ترانسبوز. فانا هعمل ايه؟ خلي الترانسبوز من بره واعمل لي حضرتك ايه تايمز بي. فكرنا يا مستر البرودكت كان بيجي ازاي؟ يلا بينا. حضرتك احنا قلنا ان احنا بنمسك الفيرست رو اعمله تايمز الفيرست كولم، يعني هعمل الرو ده تايمز الكولم ده. وطالما دول تو نمبرز ودول تو نمبرز يبقى لوجيك كده الفيرست نمبر تايمز الفيرست نمبر بلس السكند تايمز سكند. طب كمل. طول ما انت بتكتب في الفيرست رو يبقى انت لسه ستيل ماسك الفيرست رو. بعد ما اخلص الفيرست كولم هبدا امسك السكند كولم. همسك 3 و2 تايمز 0 و5. الفيرست تايمز الفيرست، 3 تايمز 0 ب 0 و5 تايمز 2 ب 10. بعد ما خلصت الفيرست رو نبدا نمسك السكند رو، يبقى برضو همسك في السؤال السكند رو، يعني هنبدا نمسك الرو اللي هو 1 و 0. وكالعاده دول تو نمبرز ودول تو نمبرز، فيرست وفيرست وسكند وسكند، يعني 1 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1 و0 تايمز اي حاجه ايكوالز 0. خلصنا نخش على الكولمنتس اللي بعده. هنبدا نمسك 1 تايمز 0 0 و0 تايمز 5 0، يعني تطلع معايا دول ب 5 جنبيها 10 جنبيها نيجاتيف 1 جنبيها 0. نعمل لها بقى ترانسبوز. هو اصلا يا مستر ايه الترانسبوز ده؟ اقول لك ايه الترانسبوز ده. حضرتك الرو الاولاني يبقى كولم والرو الثاني يبقى كولم. انا كده يا دوب جبت مين؟ الليفت هاند سايد. نجيب بقى دلوقتي الرايت هاند سايد. الرايت هاند سايد بيقول لي عايزين بي ترانسبوز. ايه ترانسبوز؟ عين يا باشا، عين يا عين يا عين يا عين. امسك البي اعمل لها ترانسبوز. معنى كلمه ترانسبوز الرو يبقى كولم، الرو يبقى كولم. ايه ترانسبوز؟ الرو يبقى كولم، الرو يبقى كولم. وبعدين كالعاده همسك الفيرست رو اعمله تايمز الفيرست كولم، وزي ما اتفقنا دول تو نمبرز ودول تو نمبرز، فيرست تايم فيرست وسكند تايمز سكند. نيجاتيف 1 تايمز 3 و4 تايمز 2 8. خلصت، بس انا لسه شغال في الفيرست رو. فهعمل ايه؟ همسك دلوقتي السكند كولم واعمل نيجاتيف 1 تايمز 1 بنيجاتيف 1 و4 تايمز 0 0، يعني هتطلع معايا هنا 5 وهنا نيجاتيف 1. سالكه اهي ماشيه. كمل. اول ما ابدا السكند رو يبقى لازم على طول ابدا ارجع تاني امسك الرو اللي بعده بقى. يا ولد هو ما كتبش ليه؟ ماشي، تبا للتكنولوجيا. طيب 0 تايمز 3 ب 0 و5 تايمز 2 10 اهي. بعديها همسك الكولم الاخير، همسك 0 تايمز 1 ب 0 و5 تايمز 0 برضه 0
فتطلع معايا 0. فعلا الليفت هاند سايد ايكوالز الرايت هاند سايد. يبقى therefore ان هنا A B all transpose equals B transpose A transpose. ونصيحه ليك الرول ده لازم يكون محفوظ يا معلم، ماشي؟ يلا نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ السؤال اللي بعده برضه مدي ماتريكس A ومدي ماتريكس B، والمره دي بيلعب حلو كده، بيدي عايز حاجه A2 وعايز AB وفي الاخر اعملهم بلس. ركز كده معايا. بص هعمل ايه؟ همسك دلوقتي A2. كلمه A2 اصلا يعني A تايمز A، يعني 3162 تايمز 3162. وخلي بالك ان اصلا ما ينفعش اعمل تايمز، ما ينفعش اعمل تايمز A2 غير لما تكون سكوير ماتريكس. يعني دي لو مش سكوير مستر ايه السكوير ماتريكس؟ عدد الروز ايكوال عدد الكولومز. عشان ينفع تتعمل تايمز نفسها لازم تكون سكوير ماتريكس. عشان في سؤال بيجي يقول لك مين في دول ينفع يتعمل تايمز نفسه؟ لازم تكون سكوير. المهم يلا بينا نمسك الفيرست رو تايمز الفيرست كولم. 3 تايمز 3 ب 9، 1 تايمز 6 6. خش على اللي بعده. 3 تايمز 1 3، 1 تايمز 2 2. خلصت الفيرست يا ولا، خلصت الفيرست رو يا ولا. خش على السكند رو. هبدا دلوقتي امسك السكند رو تايمز الفيرست كولم. 6 تايمز 3 18 و6 تايمز 2 12. بعد ما خلصت الكولم ده نكتب ناخد الكولم اللي بعده تايمز الرو ده. دول تو نمبرز ودول تو نمبرز. الفيرست تايمز الفيرست 6 و2 تايمز 2 4. يعني تطلع معايا هنا 15 وهنا 5 وهنا 10 وهنا 30. اللي جبته ده بس مين؟ A2. بعد ما اجيب A2 نجيب AB. يلا بينا. ال A3162 تايمز نيجاتيف 1339. يلا بينا. همسك الفيرست رو تايمز الفيرست كولم. 3 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 3، 1 تايمز 3 ب 3. ده تايمز ده وده تايمز ده. كمل اللي بعده. امسك الفيرست رو تايمز سكند كولم. 3 تايمز 3 9، و9 تايمز 1 ب 9. كمل. بعد ما خلصت الفيرست رو هخش على السكند رو. تاني كده بص عملت 3 تايمز 3 9، 1 تايمز 9 بكام؟ ب 9. همسك دلوقتي السكند رو. السكند رو اللي هو ده تايمز ده. الفيرست تايمز الفيرست نيجاتيف 6، وهنا 2 تايمز 3 ب 6. كمل. بعد كده همسك نفس الرو. طالما انا بكتب في السكند رو يبقى انا لسه ماسك السكند رو، بس خلصت الكولم الاولاني هاخد الكولم الثاني وراه. 6 تايمز 3 equals 18، وهنا كمان 18. يعني تطلع معايا 0 18 وهنا 0 وهنا 36. دلوقتي اقدر اعملهم بلس. هتعمل ازاي بلس؟ البلس طالما الاثنين نفس الاوردر فينفع اعمل بلس. يبقى therefore ان A2 بلس AB عباره عن 15 5 30 0 بلس ده 0. هنا تاني 0 18 0 36. هتطلع معايا 15. اي حاجه بزيرو تطلع اتسلف. وهنا 23 وهنا 46. سؤال حلو. في فكره، دي فكره حلوه، دي فكره حلوه. تاني ما ينفعش اعمل A2 غير لما تكون سكوير ماتريكس. ما ينفعش اعمل تايمز غير لما يكون دي قد دي والانسر طلعت فعلا 2 تايمز 2. ما ينفعش اعمل بلس وماينس غير لما يكونوا نفس الاوردر. مساله حلوه يتقال. يلا اللي بعده. جهز بقى يا معلم الكمبيوتر بتاعتك عشان دي فيها حته ترينج. بيقول لي هنا ايه؟ سولف التريانجل، وعندي تريانجل اسمه اي بي سي. رايت انجل ذا تريانجل. قال لي رايت انجل ذا تريانجل ات بي، يبقى هنا بي، لكن اي وسي مش فارقه، فوق او تحت مش فارقه. قال لي اي بي ايكوالز 8 سنتيمتر، بي سي ايكوالز 12 سنتيمتر. سولف التريانجل. مستر هو يعني ايه كلمه سولف التريانجل؟ يعني ايه احل التريانجل؟ هو اي تريانجل كونسيست اوف ايه؟ 3 سايدز و3 انجلز. ذا مينينج اوف سولف التريانجل، هات لي الثلاث سايدات بكام وهات لي الثلاث انجلات بكام. اللي هيجي في دماغك ان انت تجيب السايد الثالث بايثاغورس. لا، سيب السايد في الاخر الثالث.
هات الغريب في الاول. ماشي؟ هعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه. مثلا هجيب الانجل دي، اعمل رينيمنج للتو سايدز. عشان كده بقول لك انا عايز تو سايدز بس كفايه، مش عايز الثلاثه. ليه؟ لان لو التو سايدز عندك اوبزيت وهايبوتنس حلها لي ساين، لو ادجيسنت وهايبوتنس حلها لي كوساين، لو اوبزيت وادجيسنت حلها لي تان. عشان كده انا محتاج تو سايدز بس. فده اسمه اوبزيت، ده اسمه ادجيسنت. اوبزيت وادجيسنت يبقى اسمها تان، يبقى تان بي ايكوالز 12 اوفر 8. يبقى انا عشان اجيب انجل بي اعمل شيفت تان. طب لحد ما يحسبوا خليكم معايا. بعد ما اجيب الانجل دي اقدر اجيب انجل سي. ما هو اي تريانجل في الدنيا عباره عن 180 ماينس الاثنين التانيين. يعني هعمل 180 ماينس ال 90 واللي طلعت. شوفهم بقى هم بيحسبوا بالكالكوليتر. نشوف طلعين الاجابه كام هنا. 56. الانسر 56 18 36. 33 41 24. كده احنا عملنا سولفنج. خلاص جبت ايه الميجر بتاع 3 انجلز. اجيب بقى السايد الثالث بسهوله. اي سي ده الهايبوتنس، اعمل 12 باور 2 بلس 8 باور 2 تحت الروت. الهايبوتنس بس اللي بتجاب بالبلس، لكن لو سايد كان عادي خالص من الاثنين التانيين كان بيتجاب بالماينس. يطلع 4 روت 13 سنتيمتر. سؤال حلو سهل. ماشي؟ عندك سايدين ما تجيبش الثالث، هات انجل. عندك انجلتين ماشي، هات سايد. اوكي؟ خلي السهل في الاخر. يلا يا باشا، يلا نشوف اللي بعده. شويه نوتس قديمه بس عشان افكرك. واضح ان الجزء اللي جاي كده ده سوليد جيومتري. احنا اخدنا قبل كده يعني ايه فيكتور. الفيكتور يعني دايركتد لاين سيجمنت، بيكون ليه دايركشن وبيكون ليه ماجنتيود. الماجنتيود بعرفه لو عندي الستارتنج والاندنج عشان اجيب اللينس بتاعه. بعد كده قلنا لو انا حبيت ارسم لك فيكتور ايه. طيب تعالى بقى نبدا نتخانق شويه. هو مش انت لسه قايل يا مستر ان الفيكتور ليه ستارتنج واندنج؟ حصل. انت ازاي كاتب فيكتور بواحده بس؟ ينفع بواحده بس؟ ما ينفعش. فدي معناها انه خارج من الاوريجن رايح عند بوينت ايه. يعني الفيكتور بتاعي خارج من الاوريجن لازم يبقوا اتنين، هما اتنين، ورايح عند فيكتور ايه. وبعدين حضرتك اللينس بتاع ده كنا بسميه النورم. هو بيسالك النورم ده بيتجاب ازاي؟ ما احنا لسه قايلين طالما هايبوتنس ده اكس وده واي، الهايبوتنس بيجي اكس سكوير بلس واي سكوير تحت الروت. طب لو حبيت هنا اجيب ساين وكوساين وتان، ادي احط هنا سيتا، هجيب ساين سيتا كوساين سيتا تان سيتا. الساين كانت عباره عن الاوبزيت اوفر الهايبوتنس يعني واي اوفر نورم ايه. الكوساين عباره عن ادجيسنت اوفر هايبوتنس اكس اوفر نورم ايه. التان عباره عن الاوبزيت اوفر الادجيسنت. وبعدين بعد كده هجيب الاكس بالكروس مالتيبليكيشن، يعني الاكس عباره عن نورم ايه كوساين سيتا. ودي قلناها كتير جدا ان اي اكس بتيجي بالايه؟ بالكوساين. طب والواي؟ الواي بتيجي نورم ساين. عشان كده تحطها حلقه فين؟ في ودانك، ان اي اكس بتيجي بالايه؟ بالكوساين، واي واي بتيجي بالايه؟ بالساين. وعشان اجيب سيتا اعمل شيفت تان. الاسئله بتيجي ازاي؟ حضرتك الفيكتور كان بيريتن على 3 فورمز. ايه هم؟ في حاجه اسمها الكارتيزيان. الكارتيزيان ده بتكتب الاكس اللي بتيجي بالكوساين وبتكتب الواي اللي بتيجي في الساين في اوردر بير. وفي حاجه اسمها الفاندامنتال بتكتب الاكس اللي بتيجي بالكوساين بس بتحط جنبيها اي. ايه الاي دي يا مستر؟ كلمه اي يعني انا ماشي ناحيه الاكس دايركشن او الاكس اكسس. اوكي؟ بعد كده الواي بكتب جنبيها جي. وان شاء الله في ثانويه عامه في حاجه اسمها الزد بتكتب جنبيها كي، بس انت لسه كانت كود صوان. بعد كده في حاجه اسمها البولر. انت بتكتب النورم اللي بيجي باكس سكوير بلس واي سكوير تحت الروت، وبتكتب سيتا اللي بتيجي شيفت تاني. تعالى كده ناخد كمان معلومه عشان نحل سؤال. شويه معلومات تاني بنحل بيهم. قلنا في البلس لازم يكون دي قد دي، يبقى اي بي بلس اي بلس بي سي كان بيطلع اي سي. ولازم تكون عارف ان اي بي بلس بي اي حاجه وعكسها الصم بتاعهم بزيرو، لان اي بي هي بي اي بس بالاوبزيت دايركشن. ولازم تكون عارف ان انا لو عندي باراليلوجرام قلت لك اي بي بلس اي تي كان بيدي الدياجونال بتاعهم.
ولازم تكون عارف ان انا لو عندي ميديان في تراينجل اي بي بلس اي سي بيدي توايس اي ام، توايس الميديان. ولازم تكون عارف ان اي بي عباره عن بي ماينس اي. طب رول البلس كنت بشيل دول مع بعض تدي اي سي. رول الماينس، رول الماينس بتشيل الستارتنج بوينت وترجع بالعكس، بي اي يبقى هكتب هنا اي بي. ماشي. في برضو معلومه ان لو عندي باراليلوجرام يبقى اي فيكتور قد اللي قصاده، وده برضو قد ده. وفي معلومه بتقول لي ان لو عندي فيكتور مثلا الفيكتور ده قد ده مره ونص او قده مرتين او قده 3 تايمز، طالما في ام يبقى الفيجر ده ترابيزيوم. ويتبقى لي معلومه مهمه ان لو عندي 2 parallel vectors يبقى سلوب الفيرست قد سلوب السكند، ودي خدناها في ثالثه اعدادي يا ولد، قد سلوب السكند. والسلوب اصلا كان عباره عن ايه؟ عباره عن واي اوفر اكس. لو في اي معلومه ناقصاك كوبي بوك كده للنوتس وورايا يا معلم. M2 يعني هكتب Y2 over X2، يعني لو عندي 2 parallel vectors يبقى Y over X equals Y over X. طب لو عندي perpendicular، كنا خدنا في ثالثه اعدادي ان لو perpendicular يبقى ال product of their slopes equals negative 1، يعني Y over X times Y over X. كل الكلام ده بكام؟ بنيجاتيف 1. اوكي، يلا بقى نبدا نحل نشوف ايه الاسئله اللي جايه من المعلومات دي كلها. اول سؤال الهبل ده بيقول لي بروف ان ايه بي. ماشي. اصلا ما انت لسه قايل ان اي بي عباره عن بي ماينس اي. البي بتاعتي او البي بتاعتك ما يهمكش 7 و8 ماينس الاي بتاعتي او بتاعتك هنا 4 3 و4 1 ماينس عادي، سمي دي 1. طب بيقول لي بروف ان ايكوالز دي سي، يلا نجيب دي سي. معنى كلمه دي سي يعني سي ماينس دي. السي بتاعتي 14 و9 والدي بتاعتك 10 و5. from 1 و 2 يبقى اي بي فيكتور equals دي سي فيكتور. ماشي؟ جاتش. ماشي؟ شوف اللي بعده. يلا السؤال اللي وراه. ده سؤال حلو، ده سؤال حلو، ده سؤال حلو. حلو نقول عليه حلو. احنا نشجع اللعبه الحلوه. لو عندي باراليلوجرام انا لسه قايل لك اسمه A B C D ومديك بوينت A ومديك بوينت B ومديك بوينت C وطالب دي. احنا قلنا قبل كده ان اي بوينت مش موجوده كنا بنسميها اكس واي. وبعدين سنس ان الحلوه ده از ا باراليلوجرام انا لسه قايلها لك، هيبقى معنى كده ان الفيكتور ده ايكوالز الفيكتور ده، او عايز تحلها بي سي برضه ايكوالز اي دي، كله صح مش فارقه. يبقى اي بي فيكتور ايكوالز دي سي فيكتور، ومش من حقك تبدل لان لازم يكون نفس الدايركشن. اي بي ايكوالز مين؟ دي سي. اي بي عباره عن بي ماينس اي، دي سي عباره عن سي ماينس دي. البي الاي السي الدي اكس واي. بس حل باقي سهل. ماينس 0 ماينس 1 9 ماينس نيجاتيف 2 يعني 9 و2. بص بقى كده الحركه دي عشان ما نتعبش نفسينا، دي بالنيجاتيف واديها هنا هتبقى بالبوزيتيف، دي نيجاتيف تروح بالبوزيتيف. سيب دي زي ما هي، ده بوزيتيف يروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف. هعمل 8 ماينس نيجاتيف 1 يعني 8 بلس 1 و4 ماينس 11 هتطلع بنيجاتيف 7. سؤال حلو. ماشي، شوف اللي بعده يلا بينا. سؤال تاني بيقول لي if 2m plus 3ab equals 2cb minus be prove that ان m equals c. عينيا. هو عايز الام لوحدي. سيب دي زي ما هي، سيب دي زي ما هي، دي بالبوزيتيف واديها هناك بالنيجاتيف. حد كده مفيش حاجه. طيب بص كده، انا شايف ان دي بي اي ودي اي بي. انا هشقلب دي.
بس لو انت شقلبت دي غير الساين تبقى بوزيتيف، وبعدين سيب دي زي ما هي. مستر انت عملت ايه؟ انا كل اللي عملته دي راحت الناحيه الثانيه بالماينس، قلبت دي عشان دول يبقوا زي بعض. طيب سيب 2 سي بي 3 شيل منهم 1 يتبقى 2 بي ايه. خد ال 2 كومن يتبقى سي بي بلس بي ايه، وانا عارف ان سي بي بلس بي ايه هتطلع سي ايه. سؤال حلو ماشي، ده اللي هو طالبه. اوكي يبقى ام. طيب انا دلوقتي هو عايزها ام، بسيط، اعمل في كله ديفايدد باي 2. لو عملت ديفايدد باي 2 تطلع سي ايه. سؤال سهل جدا وده اللي هو عايزه. شوف اللي بعده. اقلب يا واد، يا واد اقلب يلا. سؤال حلو، انا بحب السؤال ده لان السؤال ده كده فيه 2 اوبريشنز. عايز النورم اوف اي بي، فلازم في الاول اجيب اي بي بي ماينس اي 10 ماينس 7 3 وهنا تطلع 4. بعد ما جبت اي بي عايزين نجيب النورم. النورم اصلا عباره عن 3 سكوير اكس سكوير بلس واي سكوير يطلع 5 لينس يونت او يونت لينس. ماشي سؤال حلو. شوف اللي بعده. بيقول لي بروف ده برضه سؤال حلو. بروف ده ان اي بي بيربنديكولار. بص بقى، انا في الاول هجيب اي بي، بعديها اجيب سي دي. اي بي احنا لسه قايلين من شويه عباره عن بي ماينس اي، يعني بي ماينس اي، فيطلع هنا 3 ويطلع هنا 1. طب عايز اجيب سي دي، عباره عن دي ماينس سي، الدي ب 1 و5 ماينس السي 2 2 هتطلع نيجاتيف 1 و3. وبعدين هجيب دلوقتي slope of AB times slope of. مستر انت هتعمل ايه؟ بص يا حبيبي، البارالل السلوب قد السلوب، لكن البربنديكولار اسلوب الفيرست تايمز اسلوب السكند لو طلعوا بنيجاتيف 1 يبقى هما الاثنين بربنديكولار. تعالى كده نشوف. سلوب ده y اوفر x، سلوب ده y اوفر x. واضح ان انا شقلبت وغيرت الساين. طالما البرودكت بنيجاتيف 1 يبقى هما الحلوين دول بربنديكولار. هما الحلوين علشان حلوين يعملوا كده. تعالى كده نشوف اللي بعده. مفيش بعده. يلا ربنا معاكم، اشوفكم احسن ناس في الدنيا. حلوا كتير واتفرجوا على كل الاداءات، ما تفوتوش حاجه. يلا.